يعكس تفكير عميق في الاداء. في المقابل كابتن طلعت يوسف قام صاروخ من العلامات المضيئة في الساحرة المستديرة مع نادي الزمالك والمنتخب الوطني طه بصري، كما هو حال طلعت يوسف مع الاتحاد السكندري. وادي المحاولة والخطورة، اخطر كورة مجدي عبد العاطي وعمرو زكي، ضربة رأس من عمرو ترتطم بالعارضة وتخرج بره الملعب. فرصة هدف لا يضيع، فرصة هدف لا يضيع. ادي قدام حضراتكم اكيد الاعادة، ادي كورة، ادي مجدي عبد العاطي، شلوفة قلشت منه، مجدي عبد العاطي بيرجعها، المرمى خالي تماما وعمرو زكي ترتطم بالعارضة ضربة الرأس. اخطر كورة، اخطر كورة في المباراة واسهل فرصة للتهديف. مرة تانية سمير صبري، شلوفة يقطع الكورة، تتقطع منه تاني ورمية التماس لإنبي. هل نشهد اهداف في الدقائق الاخيرة؟ 3 دقائق من زمن الشوط الرابع وفرصة لا تضيع من انبي. اسامة بياخد من مجدي وعلى طول يحط الكرة لصاروخ، واسامة يلعبها على طول لمجدي، خطيرة، انفراد انفراد انفراد، جول مجدي عبد العاطي وهدف، هدف في الدقيقة الرابعة من الوقت الاضافي الرابع من الشوط الرابع. ينفعل مجدي عبد العاطي. في المقابل الاتحاد السكندري يلملم الاوراق باتجاه الوقت المتبقي، لسه في 12 13 دقيقة، في 11 دقيقة لعب. مجدي عبد العاطي في حالة فوران عصبي. ادي طه بصري، محمد يونس يهدئ من روع مجدي عبد العاطي. هدي مجدي عبد العاطي. هذه الكرة مرة ثانية، هات خد ودخل وحط الشريف غزالة في ظهره وسدد على طول بباطن القدم في الشباك. حلوة قوي الكرة من بدايتها. شوفوا حضراتكم، حضن على كورته صاروخ، دخل اسامة عمل العرضية، اللمسة من عمرو ليه على طول وحط الكرة شكل جميل جدا في الدقيقة الرابعة من الوقت الاضافي الرابع. المحاولة الأخيرة والورقة الأخيرة، الورقة الأخيرة. ادي وليد صلاح الدين قدام حضراتكم، ورقة أخيرة على أمل أن يصنع وليد كرة بينية لزملائه أو يمرر تمريرة سحرية كما هي عاداته، لكن إنبي ما زال حتى الآن يتقدم. جيدة جدا في بطولة الدوري في المباريات الأخيرة، وأيضا الوصول إلى نهائي الكأس شرف كبير لهذا الجهاز الفني. وصفرة النهاية، صفرة الفرح، صفرة التتويج من نصر عباس، تنطلق معها الفرحة الهستيرية لفريق انبي، فريق انبي بطل كأس مصر الجديد، الفارس الجديد للكرة المصرية، فريق انبي البطل رقم 10 في مسيرة الأبطال بعد الأهلي، بعد الزمالك، بعد الاتحاد، بعد الترسانة، بعد المقاولون، بعد الإسماعيلي، بعد الأولمبي، بعد المصري، بعد القناة، بعد الترام. هو سمير صبري كابتن التيم فعلا، هو كابتن التيم صاحب القميص رقم 12، 29 سنة، اتنقل من الشرقية للدخان وحقق حلم الصعود مع انبي، جايب جولين في الدوري، حجز مكانه في غرفة المنتخب القومي. سمير صبري يا واد يا رايق، يا واد يا رايق.